إخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رسالة أو توضيح أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم به. رفعت للإخوة للجميع بوست اليوم في الصباح، كنت قد رفعته من سنة ورفعته مرة ثانية اليوم، وهو بعنوان أو كانت الرسالة أكبر نضال ممكن أن يقدمه المغاربة، وهو أن يبدأوا بحسن تربية أبنائهم أولا. الله يرحم لكم الوالدين كما قلت. الله يجازيكم بخير اللي دخل يشارك معنا هذه الرسالة. إن شاء الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها جميعا. أولا وقبل كل شيء، فدخل علي بعض الإخوة جزاهم الله خيرا على الخاص، وإنسان أحترمه وعزيز إلى قلبي، وقال لي: والله لقد حاولت المستطاع، لكن للأسف ربي سبحانه وتعالى لم يرزقني بولد، رزقني بولد عاق وكذا، وأنا ما قصرت وكذا. يا أخي، حتى أصحح المعلومة لكن تصل إلى كل الإخوة، فأنا أقول لك أن صلاح ابنك أو صلاح نفسك أو صلاح زوجتك أو صلاح عملك أو أحوالك ليس بيدك، هو بيد الله سبحانه وتعالى. فابنك إن كان من الصالحين طيبين، وهذا الكلام هذا للجميع، فليس لأنك أنت الأب المثالي أحسن أب على الأرض، لا، بل صلاح ابنك لأن الله سبحانه وتعالى قذف الصلاح في قلبه وجعله صالحا. هذا من نعم الله سبحانه وتعالى على ابنك وعليك، وهو الذي يهدي وليس أنت أو أنا، لكن نحن نأخذ بالأسباب، وكان هذا هو الأساس ديال الرسالة. زوجتك إن كانت صالحة وطيبة ورهيفة وتصبر عليك وتصبر على تجاوزات ديالك والغضبات ديالك وكذا، وهي طائعة وطيبة وتقضي حاجاتك كلها بدون مشاكل أو كذا، ليس لأنك أنت الزوج المثالي وأحسن زوج على الأرض، لكن لأن الله أصلح سريرتها وأصلح قلبها وطيبها وجعلها سهلة مهلة بالنسبة إليك، وليس لأنك أنت الرجل المثالي. فأنت أنت تتجاوز كل شيء، ولكن هي تصبر عليك، هي التي جعلت من مكانتك زوجا صالح. تعتبر نفسك أنك زوج لأنها تصبر على غضبتك وأداك وتجاوزك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الطيبوبة وهذه الرحمة وهذا التسامح في قلبها، فالهداية من الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا كنت في الشغل وكان عندك كنت أجير عن شي واحد ولا خدام أو موظف، وكان عندك واحد المدير ديال المصلحة إنسان طيب ويحترموك ويقدروك ودائما يتعاملك بطيبوبة واحترام وتقدير، فهذا ليس لأنك إنسان مثالي ولا مثيل لك في الدنيا، فنقول لك لا، بل لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي رطب قلب هذا المدير أو كذا. إن قلوب العباد بين أصبع الرحمن سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء، فلذلك طيب وسهل هذا المدير عليك. فنحن يا إخوة الذين يدعون هذا أو كذا، أنا لم تكن هذه هي الرسالة التي قصدت، فنحن لا أحسن من إبراهيم الذي كان أبوه، إحنا عرفنا القصة ديال إبراهيم، وإحنا لسنا أتقى أو عند الله سبحانه وتعالى من نوح الذي كان ابنه، القصة مشهورة، الذي رفض، ورغم ذلك أن نوح رسول الله عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، ورغم ذلك خرج ابنه كافر طغى. ولا تنسون كذلك لوط. شوف، الاثنين بالنسبة لي الزوجة والأولاد، لا حول ولا قوة إلا بالله، ورغم ذلك هل أنتم أعظم عند الله من نوح عليه وعلى رسولنا السلام؟ لا. شوف، إنما التوفيق من الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يأخذ هذا صلاح زوجته وابنه أو نفسه وماله أو شغله أو كذا كأنه هذا أنا الذي كنت السبب وراه، أعوذ بالله. فمن كان هذا فكره فقد تجاوز على الله وتجلى على الله سبحانه وتعالى. إنما الهداية من عند الله سبحانه وتعالى، وإنما النصر من عند الله، وإنما تسهيل وتسخير الأشياء إنه بفضل الله بيد الله وليس بيدك.
لكن الرسالة التي قلت لكم أنا وأوصلتها أقصد بها هذا، يعني أنا إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، وهذا هو الذي أردت أن أؤكد عليه. الذكرى تنفع المؤمنين، وكانت هذه هي الرسالة للجميع، والكمال لله. ولا تظنوا أن هذا العبد الضعيف الذي يكلمكم ويكلم بالنصيحة وبهذا المنهج أن حياته يعني على أحسن ما يرام، أعوذ بالله، لا ندعي ذلك، لكن نحن نحاول أن نوصل رسائل يعني نوصل التوعية أو كذا، وهي لأنفسنا لنا أولا قبل أن تكون لغيرنا. الدين النصيحة، المسلم مرآة أخيه، ليس بالضروري أن الكلام كل الذي أقوله أنا أطبقه 100%، أعوذ بالله أن أقول ذلك أو أدعي ذلك، لأن الذي يعمل هذا هم الرسل، ونحن أين نحن من الرسل؟ يا أخي نحن نمشي في الأسواق ونأكل ونشرب ونصيب ونخطئ، لكن نجاهد النفس ونحاول أن نكون مرآة لبعضنا، وتكون كلمة طيبة هي التي نريد أن نتقرب إلى الله بها، وأن يرحمنا لأن قلوبنا بين أصبعيه، فنحن نحاول أن نشتغل في هذه الساعة لعل وعسى أن يرحمنا، حتى وإن شوف قالوا الأتقياء الذين سبقونا قالوا نحب الصالحين ولسنا منهم، نقول كلام الصالحين ولسنا منهم، لكن نحاول أن نخفف عليكم وأن نبعث في روحكم الإيجابيات وكذا. هذا هو أصل المؤمن، المؤمن بشوش، المؤمن يبشر ولا ينفر، شوية ديال لونتوزيازم خليو عباد الله تكون إيجابية. فأقول وأكرر الرسالة التي قصدت بها، التي أقول فيها أصلحوا، شوف أنت إنسان إنما الأعمال بالنيات كما قلت، كما سبق وقلت وأكدها. أنت اللي غادي تهضر، لو وليتي وليد وكتهضر لي على الدنيا وخصك دير وخصك هذا وكذا، راه شوف الظاهر أنت كتدفع غير الدنيا، والدنيا محدودة وكلها فتنة ومتاعب، فتناسيت أن تذكره أن الحياة الحقيقية هي الآخرة، يعني يكون هناك ميزان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عيش يومك بما معناه كأنك تعيش أبدا، وفكر لأخراك كأنك تموت غدا. هذا هو المقياس وهذا هو العدل. نحن نقول أنت احرص على هذه الرسالة أن توصلها إلى أبنائك، والله لا يضيع أجر المحسنين. واش كاين شي واحد اللي كيحفظ شي أمانات أكثر من الله سبحانه وتعالى؟ فلذلك انت ان احرصت انت ان تخلي الاتجاه والقصد ديالك وكل النوايا ديالك لطاعه الله سبحانه وتعالى، فان شاء الله هذاك الوليد فهمتي بغض النظر حتى الا طاح ما غيطيحش بعيد على الشجره اللي كنتي كتزرع فيها. هذه هي الرسائل التي أريد أردت أن أوصلها، ونصيحة وأكررها. للأسف الناس كلها اسمعها همها الكبير، منين يتزاد الدري هو كيسمعها الدنيا قصيعة وخصني كذا وخصك دير علاش ترجع وخصك دير كذا، وهذه يربطونه بالمادة، فيكون اتجاهه كله في الدنيا. ومن يركز فقط في الدنيا يضيع الآخرة. كما قلنا نحن أمة وسط، وحتى هذه الدنيا ربيه إن شاء الله، واحرص على أنه هذه الدنيا ما هي إلا قنطرة ليصل إلى حياته الحقيقية، واحرص على أن تربيه على الطاعة وعلى الصدق وعلى الحلال وكذا، وحب الناس والتعامل في الخير وكذا. هذا مهم جدا، لأن إن شاء الله حتى إذا كانت تقصير أو كذا فلن ينتهي بعيدا عن الساحة التي كنت تزرع فيها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا. وأقولها وأكررها، والله العلي العظيم أنا لا أدعي أنني أطبق كل شيء أقوله، أحاول ما استطاع وأجاهد نفسي ما استطاع، والنفس لوامة وضعيفة وكذا. وأقول دائما وأبدا للأخوة الذين يشكرونني أو كذا، أقول لهم والله جعلني الله سبحانه وتعالى خيرا مما تظنون، وأسأله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يعلم أن يغفر لي ما لا تعلمون. هذا هو المقياس. لكن نحن أعطانا الله سبحانه وتعالى هذه النعمة ديال الكلام أو كذا، فنحاول أن نوعي إخوتي في الله وأن ننشر هذه الكلمة الطيبة. لأن شوف راه المراح والهراج وراه كثير يا أخي، قليل اللي كياخذ على العاتق ديالو كلمه فيها شويه ديال الصراحه وفيها شويه ديال نجرحوا بعضياتنا ولا كذا، فهمتي؟ لعل وعسى ان شاء الله نتداركوا ونفيقوا.
لأن الأمة في سبات وفي معاناة وفي فتنة أو كذا، لكن نحن نقول دائما وأبدا أنا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، ولا نترك اليأس أن يتمكن منا. الأرض لله يوليها لمن يشاء، لكن نحن نحرص أننا يكون عندنا نوايا، وما نقولوش احنا عندنا الكمال، لا، النوايا إنما الأعمال بالنيات. أضعف الإيمان احرص على ما في قلبك، ماذا تحب، مع من تقف على أي أرضية، مع من هواك. الله يهوانا مع المستضعفين، هوانا مع الله سبحانه وتعالى، ولا ندعي أننا أتقياء أو كذا، ولكن هوانا معه، ونريد أن نرضيه، ونريد النصرة للأمة، ونريد أن ننصر كل ضعيف كان من كان، لأننا نؤمن أننا نحن يعني خلفاء الله في هذه الأرض وشهداؤه كذلك في الأرض. فكيفاش بغيتي تكون خليفة وشاهد على الأرض وأنت ما الهمة ديالك 100؟ على قدر العزيمة تأتي العزائم. احنا بغينا غير هذا الشيء، والله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن علم الله في قلوبنا خيرا يؤتينا خيرا إن شاء الله. فهذه هي الرسالة التي أردت أن أوصلها بهذاك المنشور. فأخي هون عليك، فنحن كلنا نعاني، كلنا عندنا مشاكل وكذا، لكن الحمد لله نحن سواعد بعضنا البعض إن شاء الله، ومرآة لبعضنا، ونشجع بكلمة طيبة أو كذا حتى نعلي من الهمم. هذه الأمة ماتت واستماتت وكل شيء يضبطها نحن لتحت وبغي يكسرها، احنا العكس، احنا نمشي ضد هذا التيار. الأرض لله ولا أحد، أنا كما أقول دائما إن لم تنحني فلن يركبك أحد، وقوتك وعمرك لله سبحانه وتعالى، والله لن يستطيع أحدا أن يتدخل في هذا من العقيدة. فلذلك نريد ونكثر من هذا الكلام، ولا تصيبنا في الله لومة لائم. والله العلي العظيم نحن ندعو إلى الخير للبشرية جمعاء. ألا عندنا مضايقات؟ الله وحده لا يعلم. أنا لا أريد أن أتكلم هكا نقول لكم أنا راه كنعاني، لا، كاينين مضايقات كبيرة من الأمن القومي ديال بلدان معينة، لكن الحمد لله لا يجد شيئا، لأن احنا نؤمن أننا من أحسن المواطنين في هذه أوروبا، نريد الخير للجميع بغض النظر عن الديانات، لكن لا نقبل الدنية لا في وطنيتنا ولا في ديننا ولا لأمتنا. الحق يعلو ولا يعلى عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. كانت رسالتي بيانية حتى يعني الخطر ديال أخويا في الله يبرد، لا عليك يا أخي، لكن أكثروا من الدعاء. الدعاء هو السلاح. اللي عنده شي وليدات ولا شي حاجة يكثر الدعاء لهم، الله يرحم لكم الوالدين. فوالله العلي العظيم ممكن الدعاء ممكن أن تبدل به قدر. إذا كان ولدك ولا شي حاجة شاني إن شاء الله ادعي له، فأنت أبوه أو أمه، إن شاء الله أحسن دعاء يوصل لوليدات وهو من الوالدين. يلا أخوتي، السلام عليكم ورحمة الله.